بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدأ نشرح أول درس للصف الأول الإعدادي، التناسب. قبل ما ندخل في التناسب كنا خدنا قبل كده النسبة، وقلنا إيه هي النسبة؟ النسبة هي إحدى طرق المقارنة بين كميتين من نفس النوع، زي مثلا لما أجي أقارن بين عدد الأولاد وعدد البنات، فدي بنسميها نسبة. وقلنا النسبة دي ينفع أكتبها بثلاث طرق. أول طريقة هي نسبة في صورة بسط ومقام، اللي هي 1/2. طب الطريقة التانية إن أنا ينفع أكتبها في صورة إلى، ونقول عليها 1/2. الطريقة التالتة إن أنا ممكن برضه أقول إلى 1/2 بس بالعربي، 1 إلى بالعربي 2. بس لما أجي أكتبها بالعربي ببدأ من اليمين للإيه؟ للشمال. طيب في تاني حاجة عندي بتقول النسب المتكافئة. إيه هي النسب المتكافئة دي؟ النسب المتكافئة دي إن أنا مثلا لو عايز أجيب كسر مكافئ للنص، أعمل إيه؟ أضرب النص ده في أي رقم أنا عايزه. زي إيه مثلا؟ زي مثلا الاتنين، لو ضربت في اتنين في البسط واتنين في المقام، كده يعتبر إن أنا بجيب نسبة مكافئة. 1 في 2 ب2، 2 في 2 ب4. كده أنا جبت نسبة مكافأة. طيب لو عايز أجيب نسبة تانية مكافأة، بدل ما أضرب في اتنين أضرب في رقم تاني غير الاتنين. زي إيه مثلا؟ زي التلاتة. لو ضربت هنا في تلاتة وهنا في تلاتة هجيب نسبة مكافأة. 1 في 3 ب3، 2 في 3 ب6، وهكذا. لو ضربت في أي رقم أنا عايزه زي الخمسة مثلا، 1 في 5 ب5. بدل ما أضرب في 3 لأ هضرب في 5، يبقى 1 في 5 ب5، 1 في 5 ب5، و2 في 5 ب10، يبقى 5/10، وهكذا. طيب النسبة لو أنا هي 5/10 ينفع أرجعها تاني للنص؟ ده كده بنسميه التبسيط. طيب لو أنا مثلا عندي 5/10 عايز ارجعها نص تاني، بعمل ايه؟ بشوف ايه هو العامل المشترك ما بين الخمسة والعشرة. الخمسة دي يعتبر 1 في 5، والعشرة هي 2 في 5، فيبقى كده العامل المشترك ما بين الخمسة والعشرة هو الخمسة. فأنا بدل ما هضرب في 5 لا أنا هقسم. طب اقسم كده على الخمسة، 5/5 يساوي 1، 10/5 يساوي 2، يبقى 1/2. طيب لو جه قال لي مثلا 12/15، عايز احطها في ابسط صوره، بسطها لي. هعمل ايه؟ هقول ايه هو العامل المشترك ما بين ال 12 وما بين ال 15. العامل المشترك ما بين ال 15 وال 12 الثلاثه. طب عرفت منين؟ لان الثلاثه في 3 في 4 بيساوي ال 12، وال 15 دي 3 في ايه؟ في 5. فانا هقسم على الثلاثه. 12 على الثلاثه يساوي 4، 15 على الثلاثه يساوي 5، تبقى 4/5. طب لو جه لي مثلا 30/40، عايز احطها في ابسط صوره برضو. ايه هو العامل المشترك ما بين ال 30 وال 40؟ انا عارف ان ال 30 دي 3 في 10، وال 40 4 في 10، فيبقى كده العامل المشترك ما بين ال 30 وما بين ال 40 هو ال 10. فانا هقسم على ال 10، 30 على ال 10 فيها ال 3، 40 على ال 10 فيها ال 4، يبقى 3 على 4. واحد تاني يقول لي يا مستر انا ممكن اطير صفر مع صفر؟ يبقى هطير الصفر ده مع الصفر هيديني برضو 3/4. طيب تاني حاجة هنبدأ فيها هو التناسب. إيه هو التناسب ده؟ التناسب ده هو تساوي نسبتين أو معدلين على الأقل. يعني إيه؟ يعني أنا لو عندي نسبتين متساويين دول كده بنقول عليه بينهم تناسب. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا عندي 1/2 لسه قايلينها بتساوي 2/4. النسبتين دول كده متساويين صح؟ يبقى دول كده بينهم تناسب. يبقى التناسب هو تساوي نسبتين او ايه او اكتر. زي مثلا ممكن اقول ان هي بتساوي 3/6، يبقى كده اكتر من نسبة. 3 نسب عندي متساويين يبقى بينهم تناسب. طيب التناسب ده ممكن نكتبه بصورة، بيكون على صورة A على B تساوي C على D. دي صورة التناسب بتاعي، إن النسبة الأولى تساوي النسبة الإيه؟ التانية. طيب تاني حاجة عندي في حاجة اسمها خاصية الضرب التبادلي. إيه هي خاصية الضرب التبادلي دي؟ خاصية الضرب التبادلي دي بيقول لي إيه؟ إن حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. طب إيه هما الطرفين وإيه هما الوسطين دول يا مستر؟
الطرفين دول اللي هما أول حاجة في النسبة وآخر حاجة في النسبة، زي إيه مثلا؟ زي الإيه. لما أجي أقرأ النسبتين المتساويين دول هقول A على B تساوي C على D. أول حرف قرأته هو ال A، فيبقى ده الطرف الأول، وال D هو الطرف الأخير، فدول بنسميهم الطرفين اللي هما AD. طيب تاني حاجة الوسطين، مين هما الوسطين؟ اللي هما السي والبي، فبنقول عليهم الايه؟ الوسطين. يبقى كده انا عندي لما اضرب الطرفين اللي هما الاي والدي، A في D يساوي C في B. يبقى كده حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الايه؟ الوسطين. طالما النسبتين متساويين يبقى حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الايه؟ الوسطين. طب تعال نجرب كده. تعال نضرب هنا الطرف الاول اللي هو الواحد في الطرف الأخير اللي هو الأربعة. هقول واحد في أربعة، واحد في أربعة بكام؟ بأربعة. طب تعالى نضرب الوسطين كده اللي هما اتنين واتنين، اتنين في اتنين بأربعة برضه. يبقى كده حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. ليه؟ عشان هما بينهم تناسب. طيب احنا قلنا النسبة دي ممكن اكتبها واحد على اتنين أو واحد إلى اتنين، مظبوط؟ طيب ما أنا ممكن واحد يقول لي لأ، طب لو جات لي كده يا مستر مثلا يجي يقول لي اتنين إلى تلاتة يساوي أربعة إلى ستة. طيب مين هنا الطرفين يا مستر ومين هنا الوسطين؟ اتنين إلى تلاتة هي اتنين على تلاتة، مظبوط؟ وأربعة على ستة إلى هي أربعة إلى ستة. كده فين الطرفين عندي؟ الطرفين اللي هما أول رقم والرقم الأخير اللي هما الاتنين والستة، دول بنسميهم الطرفين. طب الوسطين؟ الوسطين اللي هما الأربعة والتلاتة. طيب تعال نشوف كده، هل هو حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين ولا لأ؟ تعال نبدأ نجرب كده. هضرب الطرفين اللي هما الاتنين والايه؟ والستة. هقول اتنين في ستة دي بيساوي 12. طب تعال نضرب الوسطين كده اللي هما التلاتة والأربعة. تلاتة في أربعة بيساوي 12. يبقى كده حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الايه؟ الوسطين. طيب نبدأ نحل الأول. المثال عندنا بيقول لي أي مما يلي يمثل تناسبا. هل النسبتين اللي قدامي دول بيمثلوا تناسب ولا لا؟ طيب أول نسبتين عندي بيقول لي 6 على 10 و3 على 8. تعال نشوف هل ده كده بيمثل تناسب ولا لا. هعمل إيه عشان أعرف هو بيمثل تناسب ولا لا؟ هضرب الطرفين وأضرب الوسطين. الطرفين اللي هم قلنا الستة ومين؟ والتمانية. فهضرب 6 في 8. 6 في 8 ب 48. وهضرب الوسطين اللي هم التلاتة والعشرة. 3 في 10. 3 في 10 دي بكام؟ دي ب 30. طب هل كده النسبة حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين؟ لا يا مستر، يبقى كده لا يمثل تناسب. تاني واحدة عندي هنا بيقول لي 12 على 15 و8 على 10. هعمل نفس الكلام، هضرب الطرفين واضرب الوسطين. الطرفين اللي هم ال 12 في 10. 12 في 10 ب 120. طيب تاني حاجة هضرب الوسطين. طب الوسطين عندي اللي هما التمانية والإيه؟ والخمستاشر. طب تعالى نضرب كده تمانية في 15. تمانية في 15 هتساوي 120. طبعا في أولى إعدادي ينفع أستخدم الآلة خلاص، فإحنا ممكن نضرب على الآلة على طول. 8 في 15 ب 100 وإيه؟ و20. يبقى كده حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الإيه؟ الوسطين، فكده بينهم تناسب، يمثل تناسب. لكن هنا لا يمثل تناسب. طيب نيجي بعد كده بيقول لي خمسة الأرقام اللي هي 5 و8 و15 و14، عايز أعرف بينهم تناسب ولا لأ. هعمل إيه؟ هعمل نفس الكلام اللي أنا لسه عامله، هضرب الطرفين وأضرب الوسطين. تعال نضرب كده الطرفين والوسطين. هبدأ أضرب الطرفين والوسطين. هضرب 5 في 24.
هيساوي، أطلع الناتج على الآلة عادي، 5 في 24 هيساوي 120. طيب بعد كده أعمل إيه؟ أضرب الوسطين اللي هما 8 في 15 وأطلع برضو الناتج على الآلة بتاعتي. 8 في 15 يساوي 120 برضو. فكده حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، فده برضو يمثل تناسب. طيب القيم 7 و8 و14 و15 عايز أعرف برضو هتمثل تناسب ولا لأ. هعمل نفس الكلام، هضرب الطرفين وأضرب الوسطين. الطرفين اللي هي 7 في 15 هيساوي 105. هضرب الوسطين اللي هما 8 في 14 يساوي 112. فكده حاصل ضرب الطرفين لا يساوي حاصل ضرب الوسطين، فلا يمثل تناسب. تاني حاجة عندنا بيقول لي حل التناسبات الآتية. هنا اداني ان هم متناسبين. طيب اعمل ايه؟ انا عايز اطلع قيمه المجهول او الاكس اللي عندي دي. اكس ده اللي هو المتغير او المجهول اللي احنا عايزين نعرف ايه هو الرقم اللي يتحط تحت ال 20 هنا علشان اعرف ان هم يكون بينهم تناسب. طيب نعمل ايه؟ انا هعمل نفس اللي انا كنت لسه بعمله علشان اعرف اجيب الاكس دي. انا هعمل نفس اللي انا لسه بعمله. المفروض ان حاصل ضرب الطرفين اللي هم المقص اللي هما الأربعة والإكس دول يساوي حاصل ضرب الوسطين اللي هما العشرين والاتناشر لما نضرب. طب أنا أجيب الإكس دي إزاي؟ أنا بقول إن الإكس دي هتساوي. طيب هتساوي إيه؟ في عندي هنا مقص مليان اللي هو العشرين والاتناشر، دول بضربهم في بعض، هضرب 20 في 12. طيب أعمل إيه بعد كده؟ بعد كده هقسم على الرقم اللي هو مع الإكس ده اللي هو الأربعة، فهقول على الأربعة وأطلع برضو الناتج. هضرب 20 في 4 و 20 في 12 معلش وأقسم على الأربعة. طيب أنا عايز أعمل الكسر ده يمثل على الآلة، أعمله إزاي؟ علامة الكسر عندي أهي اللي هي بتتعمل كده، الزرار اللي هو على الشمال ده. طيب أعمل إيه بعد كده؟ هقول 20 في 12 وأنزل تحت بالأسهم اللي هي فوق دي، أكتب تحت كام؟ 4 وأدوس يساوي. يساوي كام؟ يساوي 60. يبقى كده الإكس بكام؟ الإكس تساوي 60. طيب نخش على المثال التاني ده بيقول لي إيه؟ بيقول لي 4 على 7 يساوي إكس على 35. هعمل نفس الكلام، هضرب المقص المليان أو القيمتين المليان اللي هما الأربعة وال 35. طيب بعد كده هقسم على الرقم الثالث اللي عندي اللي هو السبعة. يبقى هقول إكس يساوي 4 في 35 على السبعة، وأطلع الناتج برضو بتاعي على الآلة أو أطلعه بدماغي. هقول على الآلة بتاعتي 4، هعمل أول حاجة علامة الكسر وأكتب 4 في 35 وأنزل تحت بالسهم بتاعي أكتب على السبعة يساوي 20. يبقى هنا الإكس قيمتها 20. طيب نيجي للسؤال اللي بعده بيقول لي 3 على إكس ناقص 3 يساوي 12 على 8. أنا هعتبر برضو إن الجزء اللي تحت ده اللي أنا عايز أجيبه اللي هو الإكس ناقص 3. فأنا هنا هنا العدد كان إكس بس، لكن هنا إكس ناقص 3. فأنا هقول له إن الإكس ناقص 3 وأعمل نفس اللي أنا لسه عامله بتساوي إيه؟ هعمل نفس الكلام، هضرب المقص المليان ده اللي هو ال8 وال3 وأقسم على الرقم اللي لوحده اللي هو ال12. يبقى 3 في 8 أقسمهم على ال12. 3 في 8 ب 24. 24 على 12 تساوي 2. يبقى كده أنا عندي الإكس ناقص 3 يساوي الاتنين. حلو.
طب معناها ايه اكس ناقص 3 بتساوي 2؟ يعني ايه الرقم اللي اطرح منه 3 الناتج يطلع لي 2؟ ده 5 يا مستر. اه. طب احنا كنا بنحلها في 6 ابتدائي في حاجه اسمها العمليات العكسيه. يعني ايه العمليات العكسيه دي؟ مش فاكر يا مستر. طيب ناقص 3 دي كنا بنعملها ايه؟ كنت بعمل عمليه عكسيه، بدل ما اطرح 3 هزود ايه؟ 3. يبقى كده عملنا عمليه عكسيه. طيب او اعمل ايه يا مستر؟ انا هودي سالب 3 ده اهي اليمة التانية انا اهو بس بعكس الاشاره. فالمساله هتبقى عامله ازاي؟ المساله هتبقى شيل السالب 3 دي انقلها اليمة التانية بس اعكس اشارتها. التلاتة دي اشارتها ايه؟ اشارتها سالبة. طيب هعمل فيها ايه التلاتة دي؟ هوديها اليمة التانية تبقى موجب 3. فهيبقى اكس تساوي الاتنين، بدل ما هي سالب 3 وديتها اليمة التانية خليتها موجب 3. بقت 2 زائد 3 يساوي 5. طيب نخش على السؤال اللي بعده كده. بيقول لي 40 على 2 اكس يساوي 5 على 7. عايز اعرف احل دي ازاي. انا هعمل نفس الكلام، هضرب المقص دي المليان اللي هو ال 40 والسبعة ونقسم على الرقم الواحد اللي هو الخمسة. طب الناتج اللي هيطلع ده ناتج مين؟ ده ناتج ال 2 اكس. فانا هقول له كده ان اكس يساوي، فانا هقول له كده ان ال 2 اكس يساوي 40 في 7 على 5، ونطلع الناتج برضو على الآن. عملت شرط الكسر أهو، 40 في 7 وأنزل تحت على الخمسة يساوي 56. يبقى كده الاتنين إكس تساوي 56. كده بيقول لي إيه معناها؟ إيه دي؟ هنا الاتنين دي مضروبة في الإكس. طب علشان أحلها الاتنين إكس دول ب 56، عايز أعرف الإكس الواحدة بكام؟ اعمل ايه؟ احنا كنا برضو بنعمل عمليه عكسيه. هنا الاثنين مضروب في الاكس. طب عشان احلها هقسم على الاثنين. هقول له على الاثنين، وهنا برضو على الاثنين. كده الاثنين على الاثنين دي بتطير او بتختفي. هيبقى لنا ايه؟ هيبقى لنا الاكس ب 56 على الاثنين اللي هي تبقى 28. نخش على السؤال اللي بعده. هنا تطبيقات حياتيه. انا هستعمل نفس الكلام اللي انا بستعمله بس كمساله كلاميه او كتطبيق حياتي. بيقول لي تستهلك سيارة 3 لترات من البنزين لقطع 33 كيلو متر. علشان العربية تمشي 33 كيلو متر هتستهلك معايا 3 لترات بنزين. طيب فكم لتر تحتاجها من البنزين لقطع مسافة 121 كيلو متر إذا صارت بنفس المعدل؟ هي العربية علشان تمشي 33 كيلو متر بتحتاج 3 لترات. طيب انا عايز اعرف هتحتاج قد ايه علشان تمشي 121. طب اعمل ايه؟ انا هعملها كنسبه برضو او كتناسب. نعمل ايه؟ هقول ان ال3 لتر علشان تتحركوا بتمشي 33 كيلو متر، فيبقى 3 على 33. بس هنا الثلاثه دول طلعت ايه؟ 3 لترات، وال33 ده كيلو متر. طب ليه يا مستر بنكتبها كده؟ ليه؟ علشان لما اجي اعمل النسبه اللي قصادها فانا المفروض ان انا اقسم اللتر برضو على الكيلو متر. كام لتر هنا؟ انا ما اعرفش، ده انا محتاج اعرف عدد اللترات. طب عدد اللترات ده سميه اكس، سميه واي، سميه اي حاجه. سميته اكس على المسافه اللي المفروض تمشيها اللي هي 121. طيب اعمل ايه بعد كده؟ اللي هي 121. اعمل ايه بعد كده؟ بعد كده هنعمل نفس اللي احنا بنعمله. هعمل مقص واقسم على الرقم الفاضي. هضرب 3 في 121 واقسمهم على 33. يبقى كده عدد اللترات او الاكس المجهول بالنسبه لي هيبقى بيساوي 3 في 121 على 33، واطلع الناتج على القلم تحت. نفس الكلام هعمل شرط الكسر. هقول 3 في 121، انزل تحت واكتب ال 33 واقول يساوي. طلع الناتج 11. يبقى 11
لتر. آخر حاجة معايا هي أعرف إزاي إن هو الرسم البياني يمثل تناسب ولا لأ. بيقول لي الجدول المقابل يبين العلاقة بين عدد الصفحات التي يمكن أن يكتبها آدم على الكمبيوتر والزمن بالساعة. مثل العلاقة بين عدد الصفحات والزمن. أول حاجة أنا همثل العلاقة اللي موجودة قدامي دي بين عدد الصفحات والزمن على الرسم البياني، ثم حدد ما إذا كان عدد الصفحات متناسبة مع الزمن بالساعة. طيب أول حاجة إحنا هنرسم رسم بياني. طيب كنا بنعمله إزاي؟ كنا أول حاجة بنروح عند الواحد وأطلع لحد التلاتة، فهاجي من عند الواحد كده وأطلع 3 خطوات أو عند الرقم 3 وأحط نقطة بالشكل ده. طيب تاني حاجة هروح عند الاتنين وأطلع لحد الستة، من عند الاتنين وأطلع لحد الستة وأحط نقطة بالشكل ده. طيب تالت حاجة هروح عند التلاتة وأطلع لحد التسعة، من عند التلاتة وأطلع لحد التسعة وأحط نقطة برضه. 4 واطلع لحد ال12، من ال4 واطلع لحد ال12 وهكذا. طيب بعد كده بوصلهم ببعض. أول حاجة بروح عند كراسة الرسم البياني وأعمل المحاور بتاعتي وأبدأ أمثل النقاط اللي هي 1 و3. فبروح عند الواحد وأطلع لحد التلاتة، بعد كده هروح عند الاتنين وأطلع لحد الستة، بعد كده 3 واطلع لحد التسعة حط نقطة، 4 واطلع لحد ال12 وحط برضو نقطة. بعد كده هروح جاي موصلهم بإيه؟ ببعض. لو طلعوا في خط مستقيم بالشكل ده يبقى ده كده يمثل تناسب. طب لو ما طلعوش في خط مستقيم بالشكل ده، علشان أعرف هو تناسب ولا لأ عندي شرطين. إيه هو الشرط الأولاني؟ أول شرط عندي إن هما لازم يبقوا على استقامة واحدة. النقاط تقع على استقامة واحد. ده أول شرط، إن هما يكونوا على خط مستقيم واحد. طيب الشرط التاني إيه هو؟ إن هما الخط المستقيم ده يمر بنقطة الأصل. الخط المستقيم يمر بنقطة الأصل. إيه هي نقطة الأصل دي يا مستر؟ اللي هي ببدأ من عندها، اللي هي دي بنسميها نقطة الأصل. طب لو الرسم البياني بتاعي طلع بالشكل ده، لو مثلا عندي المحورين اللي هو إكس وواي والرسم البياني طلع عندي بالشكل ده ما مقرش بنقطة الأصل، يبقى كده لا يمثل تناسب. طب لو الرسم البياني بتاعي طلع بالشكل ده، في عندي 3 نقاط هنا وفي نقطة مثلا بعيدة عن الخط، يبقى كده برضو لا يمثل تناسب. طيب لو طلع منحنى مثلا بالشكل ده برضو لا يمثل تناسب. مفيش ولا واحد من دول يمثل تناسب. ليه؟ لأن هم ما عملوش الشروط اللي احنا قلنا عليها. أول شرط اللي هو النقاط تقع على استقامة واحدة، تاني شرط الخط يمر بنقطة الإيه؟ الأصل. يا رب أكون قدرت أوصل لكم المعلومة. إن شاء الله نتقابل في الدرس الجاي، وإن شاء الله الشرح هينزل باستمرار على الصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.